أعزائنا محبي مؤسسة القادة وكل أعضاء مؤسسة القادة، معانا النهاردة خبر حابب أنقله ليكم من خلال معالي الدكتور أحمد الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. طبعا أنا النهاردة بتشرف أن أنا مع قامة كبيرة، قامة علمية، قامة يعني الحقيقة مؤثرة ولها بصمات كبيرة جدا في الدولة المصرية، وبنفخر وبنتشرف أن أنا بلتقي بمعالي الأستاذ الدكتور عصام هلال النهاردة، اللي بيشرفنا واللي هو وافق أن هو يبقى في مجلس الشباب والخبراء والنخبة، ويشرف على النخبة بنفسه اللي احنا اعلنا عنها، النخبة العربية والافريقية، وده شرف كبير جدا لينا. ودايما انا بنوعدكم ان مع كلام خفيف، في كلام خفيف مع احمد الشريف هنلاقي كل جديد. فالنهارده الجديد مع معالي الاستاذ الدكتور عصام هلال اللي بنتشرف الهلالي، انا اسف، الهلالي. الدكتور عصام الهلالي ده يعني طبعا استاذنا واستاذ كل اللي في القاده، على فكره يعني كل اللي في القاده تلامذته، وانا بتشرف ان دايما ان احنا كلنا اولاده وتلامذته. يعني انطباعك يا معالي الوزير؟ الله يخليك. انطباعك؟ الله يخليك يا فندم. كلمتين لكل ابنائك في مؤسسة القادة. انا سعيد جدا بالشرف ده ربنا يبارك. جدا، وسعيد جدا ان انا بقى في منظومه عظيمه محترمه بتقدم خدمه لمصر. شكرا. فده انا بعتبر ده تشريف ليا، شرف لينا يا فندم. وده يعني انا تحت الامر. ده شرف لينا، شرف لينا. واحنا دايما كده في مؤسسه القاده يعني بنتشرف ان القامات الكبيره والخبراء والمتخصصين في كل المجالات يبقوا معانا. والنهارده حظي انا يعني كبير جدا الحقيقه ان احنا قدرنا نقتنص من معالي الدكتور الموافقه على انه يبقى معانا في الخبراء والنخبه العربيه والافريقيه. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.